نفرهرو. النهارده هنتكلم عن الإلهة سيركت أو سلكيس زي ما بيقولوها في العصر البطلمي. الإلهة سيركت كانت دايما بيتم تمثيلها على شكل امرأة برأس امرأة وعلى رأسها العقرب. هي من الإلهات الحاميات، هي ملهاش معبد مخصص ليها لوحدها، لكنها بتشترك مع الإله خنوم في معبده في إسنا، ويعتقد ان هي ممكن تكون ابنة الاله خنوم، وهي ليها كهنتها المخصصين. ليها تمثال جميل جدا وهي راقدة على بطنها. التمثال ده موجود في متحف اللوفر. الإلهة سيلكت هي اللي بتحمي الأواني الكانوبية اللي بيكون فيها أحشاء المومياء بتاعة الملك أو بتاعة أي شخص متوفى. هي أيضا لها دور كبير قوي في الحماية على مستوى الديانة. يعني مثلا في الدولة القديمة بنلاقي في حجرة الدفن بتاعت هرم أوناس النصوص بتقول ان الإلهة سيركت هي اللي ساعدت إيزيس على إخفاء ابنها حورس في أحشاء الدلتا، واحنا عارفين ان حورس الملك بينتسب ليه بعد كده. يعني هي حمت حورس وبالتالي حمت الملك، يعني حمت السلطة وحمت إله الخير. كذلك في عصر الدولة الحديثة بنلاقي في الساعة 7 من كتاب الإيميدوات، ودي حاجة بنشوفها مثلا في بعض المقابر في وادي الملوك، منها أعتقد مقبرة الملك سيتي الأول، وهي بتسيطر على الثعبان أبوفيس، ثعبان الفوضى، وبتكتفه وبتسيطر عليه حتى تحمي الإله رع وتمكن مركب الشمس من إكمال رحلتها نحو البعث.